السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة الشيف محمد سلام. النهاردة جايين إن شاء الله نعمل أجمل وصفة وأسهل وصفة بمكونات سهلة ومكونات بسيطة وخطوات سهلة، ألا وهو بريان الدجاج. في الأول نصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله القناة عليها طريقة عمل بريان اللحم وبريان الدجاج، وفي برضو كبسة اللحم وكبسة الدجاج. ونبدأ مع بعض في الخطوات عشان نطلع البرياني بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه قدامكم ده. عندنا المكونات بتاعتنا: في زبدة، في التوابل الصحيحة، في توابل برياني، في عندي ملح، كاري، كركم، ماجي باودر، في توم باودر، في عندي طبعا الفلفل الحار، في عندي نعناع، في كزبرة، في جنزبيل، في توم، في طماطم، في بصل، في عصير ليمون، في طبعا الصلصة الطماطم بتاعي، وفي الزبادي. كل المكونات دي موجودة في كل بيت. طبعا عندي كيلو من أوراق الدجاج مغسولة كويس بالليمون والخل. المكونات قدامكم اهيت. برضو دي توابل برياني، لو مش موجودة عندكم تجيبوها من عند العطار، ولو مش موجودة تستغنوا عنها. كده كده التوابل اللي أنا حاططها هتغنينا عنها. عندي الرز بتاعي سلقته نص سلقة وصفيته. ببدأ دلوقتي في تركيب المكونات، بنزل بالتوابل الصحيحة. طبعا احنا ما كانش عندنا قرفة خشب فحطينا مكانها قرفة بودر. بحط التوابل الصحيحة الأول مع الزيت والزبدة كده لمدة نص دقيقة. بعد كده بنزل بالجنزبيل والثوم وقرنين الفلفل الحار بتوعي بلفهم معاه. بنزل بالبصل بتاعي زي ما انتم شايفين كده اهوت، وافضل اقلب في الخليط بتاعي كويس، واستمر في التقليب لحد ما البصل والجنزبيل والثوم ياخدوا اللون الذهبي اللي انا عايزه. بعد كده بنزل بوراك الدجاج اشوحه مع الجنزبيل والبصل والثوم والفلفل الحار. الخطوة دي مهمة جدا، بتدي للدجاج بتاعي وللصوص بتاعي طعم كويس جدا. واشوح فيها لمدة 5 دقايق لحد ما يبقى لونها ذهبي كده. انا مسكت الوراك بتاع الدجاج بتاعتي شرحتها بالسكينة برضو علشان تشرب من كل المكونات اللي انا هحطها. نزلت بالصلصة بتاع الطماطم والطماطم الفريش، ونقلب برضو الدجاج معاهم شوية برضو. ما تستعجلوش وانتوا بتعملوا الوصفة، اهم شيء وانتوا بتعملوا الوصفة تتبعوا الخطوات ديت عشان في الاخر تطلع بنفس النتيجة. ولو في عندي لبن جوز الهند بالشكل ده برضو بحطه. ما عنديش بستغنى عنه، مفيش مشكلة. بجيب الزعفران بتاعي مع شوية مية سخنين، واجيب اللون الاحمر برضو بجهزه علشان احتاجه في الخطوات اللي قدام ان شاء الله. شايفين الدجاج بقى شكله عامل ازاي؟ ببدأ بنزل بالتوابل بتاعتي برضو علشان بخلطها مع الدجاج، والدجاج تاخد منها الطعم والريحة. بحط توابل البرياني واستمر في التقليب علشان يطلع عنده صوص البرياني صوص كويس وطعمه جميل. الزبادي بتاعنا زبادي سادة، بحط الزبادي كده علبتين زبادي صغيرين على الوصفة بتاعتي. مهم جدا الزبادي في البرياني. حطيت حليب جوز الهند، وطبعا بحط النعناع والكزبرة الفريش كمية بسيطة مش كتير، او بحط شوية مية صغيرين برضه حوالي نص لتر مية. الدجاج بتاعي استوى اهوت، ببدأ ان انا اشيله عشان ادخله الفرن ياخد اللون الذهبي. اهو حاجة جميلة بسم الله ما شاء الله روعة. وفي برضه الصوصات بتاع البرياني والمكبوس والكبسة اللي هو الدجوس والرايتا والمنتو شاتني موجود على القناة. طبعا بعد الصوص بتاعي ما استوى كده اهوت وشيلت الدجاج، ببدأ ان انا بنزل بالرز بتاعي كده في قلب الصوص، وبساوي الرز من فوق. ما بحاولش ان انا اخلطه علشان في الاخر يطلع معايا 3 الوان. اهو حطيت الرز بتاعي. رز غسلته مرة واتنين وتلاتة واربعة، ونقعته في المية لمدة نص ساعة، وبعد كده سلقته نص سلقة تكون مية بتغلي طبعا. طبعا جهزت شوية بصل فرايد
علشان احطهم على الوش كده البرياني. وفي نفس الوقت التاني برضو بحمص شوية مكسرات عشان الجرنش بتاعي. حطيت البصل الفرايد على الوش بتاع البرياني. ببدأ ان انا بجهز شوية كزبرة وشوية نعناع صغيرين بحطهم على الوش. طبعا البرياني بيحب النعناع والكزبرة جدا. كمية بسيطة ما تحاولوش تكترهم. وبجيب اللون بتاعي بحط اللون الزعفران. ما عنديش لون زعفران بجيب لون اصفر زي ما انا جبت اللون الاحمر كده، وبحط كمية بسيطة منه جدا. وعنده اللون الاحمر اهوت بحطه بالتدريج. تجيبوا الالوان وتفكها الاول في ميه، ما تحاولوش تحطوا منها خام علشان ما تغيرش معاكم الشكل. وبغطي على الرز بتاعي على نار هاديه واسيبه نص ساعه. وده شكل الدجاج بعد ما طلعت من الفرن، لون جميل وشكل بيشهي. والرز بتاعنا استوى اهوت. ببدأ ان انا بقلبه بالراحه كده. شايفين الرز جميل مش معجن علشان ظبط له الصوص بتاعه. ريحته جميله وطعمه اجمل ان شاء الله. نبدأ دلوقتي ان احنا نحطه في طبق التقديم بتاعنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا عندي البصل الفرايد وشوية نعناع وشوية كزبرة، اي حاجة جرنش عايزين تجرنشوا بيها. وعندي طبعا المكسرات بتاعتي الزبيب والمكسرات واحط عليها. ابدأ احط الدجاج بتاعي على الوش. حاجة روعة، لازم تجربوا الوصفة دي يا جماعة. في وصفات كتير على القناة. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس لان ده بيفرق معانا كتير ان شاء الله. كل اللي تطلبوه موجود على القناة. واي شيء تحتاجوه اكتبوا لنا في التعليقات واحنا بنلبي طلباتكم ان شاء الله. وكل شيء موجود في صندوق الوصف. خلاص بعد ما عملته ده الشكل النهائي بتاعه. وكان معكم الشيف محمد سلام ونقول لكم السلام عليكم.